زيتون بدون فلفل حادق وبدون ليمون ما بصير. والليمون لازم يكون حصرا أخضر للفرم، لأنه الليمون الأخضر بضل مع المي والملح قاسي، ما رح يطرى ويمقمق بالزيتون. وعادي قد ما فيكم حطوا ليمون فلفل حادة حسب انتو ما بتحبوا. أنا حطيت كيلو بكيلو، وعصرت عليهم تقريبا كيلو ليمون أو أكتر شوي، ورح نتركهم على جنب لحتى نحضروا المي والملح. بنحط ملح تقريبا نص كيلو لهالكمية حطيت أنا المي اللي شايفينها، وندوب الملح بالمي منيح ونتأكد إنه كل الملح داب. والملح إلا ما يكون فيه شوائب أو أوساخ، من صفاية ناعمة مثل ما شفتوا بنطلع الوسخ أو الشوائب. وبنجيب بيضة، والبيضة أكيد مغسولة طبعا. إذا شفنا البيضة طاشت معناتها عيار المي والملح صحيح. وهلأ رح ضيف زيت زيتون على الفلفلة والليمون وبدنا نخلطهم مع بعض. وهلأ رح نضيف شوي شوي لكل مطربان، أو فيكن تخلطوا الزيتون كله مع الخلطة بصير كمان، وتحطوا الزيتون بالمطربانات. طبعا الزيتون مدقوق من قبل، فيكن تدقوا دق وفيكن تجرحوا تجريح، بس دق على أطيب بطلع. بعد ما حطينا الزيتون بالمطربانات حطينا لهم مي وملح. أنا المطربانات عندي ما كفوا، حطيت بالدلو هاد وحطيت على وشه زيت. ضروري تحطوا على وشه زيت مشان ما يعفن. لمدة أسبوعين بكون استوى. وأول ما يستوي أطيب منه ما في، مع كاسة شاي وخبز مسخنة غير شكل. شتوية ما في أطيب من الزيتون الأخضر. وهي طريقتي بكبس الزيتون، جربوها وادعوا لي.